استغرب جدا لو حد بيقول لي انا ما بحبش اعمل السمك المشوي في البيت بسبب دخنته وبهدله الدنيا. تعالوا نعمله بقى النهارده بطريقه سهله من غير دخان ومن غير فرن ولا على البوتاجاز، وهيكون جميل جدا بتتبيله مميزه وهيكون متماسك من غير مهري. بس لو اول مره تشوفوني انا اسمي انا عادل، ويلا بينا. اول حاجه هنجيب في الكبه بتاعتنا طماطمايه متوسطه وفلفل رومي وليمونه وشويه من البقدونس، معلقه صغيره من الثوم المفروم، شويه من الخل، والتوابل بتاعتي كمون وكزبره وفلفل اسود، بصل باودر وثوم باودر، وهحط كمان الملح بتاعي نظبطه. وبس على كده كله في الكبه وهضربه. طبعا التتبيله او المقدار دوت على حسب مقدار السمك. انا عندي 3 سمكات حجم وسط، والخضار بتاعي عباره عن فلفل جزر بصل طماطم، كل ده متقطع مكعبات وبنزل عليهم بالتتبيله. التتبيله دي بجد تحفه جدا، ومش للسمك بس، ممكن تخلوها لاي مخللات. السمك بيتعمل يتنضف من قلبه، ولكن انا سايبه القشور بتاعته، يعني منضفه الزعانف بتاعته والقلب، ولكن سايبه القشور اللي بتبقى الطبقه الخارجيه، عشان احنا لما بنعمله بالرده بيحافظ على الجلد واللحم بتاع السمك، وبتبقى السمكه متماسكه. يعني بلاش تشيلوا القشور. بحشي كويس جدا بالتتبيله بتاعتي، واهم حاجه ما تخرجش منها. باقي الخلطه بنزل عليها بكوبايه ونص من الميه، وبسيبها. دي الدقه بتاعتي اللي هنغمس فيها السمك بعد التسويه، هنرجع لها تاني. تعالوا بقى، هنا دي رده ناعمه بنجيبها من اي عطار وما بنضيفش عليها اي حاجه. بروح حاطه السمك بتاعي واغلفه كويس جدا واضغط عليه اهم حاجه، وخلاص على كده. طبعا ما بنحطش لا دقيق ولا نشا، وبنحطه في اي صينيه عندنا. ما بندهنش الصينيه اي مواد دهنيه، هي الصينيه بتاعتي كده جاف على طول. بعد كده بحطه تحت الشوايه في الفرن. ما بشغلش فرن، بشغل الشوايه. اول ما بياخد وش زي كده وبيستوي، بروح قلبيه على الوش التاني وارش عليه شويه رده برضو ياخد الوش التاني. السمك بيكون معايا زي ما انتم شايفين من الطبقتين، بيكون واخد وش مستوي من ناحيتين، ودوت بيخليه متماسك اكتر. سمكية مستوية من جوه جدا ومتماسكة. ايه اللي هيخليها بقى تطرى معانا وتبقى جوسي كده؟ الدقة اللي احنا عاملينها ديت بالتتبيلة. طبعا لو عايزين تزودوا ليمون في الدقة او ملح تظبطوه براحتكم. بعد كده بنغمز السمك بتاعنا وبنحطه في صينية التقديم على طول. بس كده، ومن غير دخانه ومن غير ما بهدل الدنيا بجد. انا ما بغيرش الطريقه دي طريقتي المفضله في السمك المشوي. واي نوع سمك انتوا حابينه بقى، بولتي او سردين ماكريل، اللي انتوا حابينه بقى تشووه. بجد اتمنى تجربوا الطريقه، هتعجبكم قوي. استوى من جوه وقلبه جميل خالص، والتتبيله كمان مستويه وطعمها بجد تحفه، احلى من المحلات 100 مره. لو عجبتكم الطريقه لايك واشتراك، وتابعوني على صفحه الفيسبوك عشان يوصلكم الجديد.